ازاي تكون مبدع. عشان تخلي دماغك دايما شغاله وتطلع افكار بره الصندوق، ففي كام خطوه لازم تعملها. اول حاجه تعملها هي تتامل في خلق الله، تتامل في الكون، في كل حاجه حواليك، لان انتوا عارفين ان ربنا اسم من اسمائه الحسنى وهو المبدع. فلازم عشان نكون مبدعين نستمد الابداع ده من المصدر وهو اسم الله المبدع. ملمس ورقه الشجره، شكل السحاب وهو معدي من فوقنا، ضوء الشمس وهو بيدخل من الشباك بتاعنا. المبدع هو اللي بيشوف الجمال في أبسط الأشياء اللي حواليه. والإبداع مش في خلق حاجات جديدة، ولكن هو رؤية الحاجات القديمة بعين مختلفة. تاني حاجة عشان تكون مبدع لازم تعملها وهي إنك تقرأ كتير، وخاصة الروايات بتزود من الخيال بتاعنا بشكل كبير جدا. فعلشان نكون مبدعين لازم نقرأ كتير. تالت حاجة عشان نعملها وهي إننا نمارس أي نوع من أنواع الفن. أي نشاط تقدر تمارسه يكون مصدره فني، زي مثلا التمثيل، الرسم، التلوين، الرقص. اي حاجة فنية تقدر تعملها دي بتزود الابداع بشكل رهيب بجد. رابع حاجة نقدر نعملها وهي اننا نخرج بره منطقة راحتنا. الروتين دايما بيعمل حاجة كده زي الكرياتيف بلوك، فعلشان نقدر نكسر الحتة ديت ونتدرب اكتر على الابداع ونقويه، هي اننا لازم ندخل نشاط جديد وحاجة جديدة في حياتنا تكسر الروتين ده. خروجه بقى المكان جديد. خامس حاجة تقدر تعملها عشان تكون مبدع وهي دون كل حاجة. كل حاجة حرفيا دونها. مفيش حد ما بيجيلوش افكار في دماغه، ولكن يا عزيزي الفكرة الابداعية ديت بتبقى زي الضيف، بتيجي وبتمشي بسرعة. لو ما مسكتهاش في وقتها هتطير منك. فلازم دايما يكون معاك نوت بوك او النوتس اللي في الموبايل، وتدون فيها اي فكرة تخطر على بالك، سواء كنت انت شايفها ابداعية او لا. اي حلم، اي ملاحظة غريبة شفتها في يومك دونها، وممكن تكون بذرة خام لفكرة تكبر وتكبر وتكون فكرة ابداعية. واعرف ان الافكار العظيمة بتبدأ دايما من جملة صغيرة انت كتبتها وانت مش مهتم. فالابداع مش حاجة صعبة. ابداع هو ان عين بتشوف الجمال في ابسط الاشياء اللي حواليها.